كان هذا الرجل ملعونا من إله الصحراء، فكلما شرب الماء كان ينقل فورا إلى الصحراء. وبعد مرور 777 عاما تمكن أخيرا من العودة إلى منزله، لكن من شدة فرحته قفز في المسبح فتم إرساله مجددا إلى الصحراء. ومرت 77 سنة أخرى، وفي أحد الأيام أوصله سائق بسيارته وأعطاه زجاجة ماء. شرب جاك الماء حتى آخر قطرة، لكن في اللحظة التالية انتقل مرة أخرى إلى الصحراء. ظل يمشي في الصحراء حتى صادف السيارة نفسها مرة أخرى. هذه المرة رفض الماء بشدة، وبهذا استطاع أخيرا العودة إلى منزله. وعندما انهار جاك على الأريكة من شدة التعب سمع صوت قطرات ماء تتساقط من الصنبور، فملأ كوبا بالماء دون أن يفكر، لكنه خاف أن يشربه، فلمس الماء بطرف إصبعه بحذر ثم قربه إلى فمه، ولم يحدث شيء هذه المرة، فظن أن اللعنة قد زالت. عندها شرب الماء بشراهة وقفز إلى المسبح، لكن بينما كان يستمتع بحريته عادت اللعنة لتنشط من جديد، فشعر جاك باليأس. وبعد أن مر بعدد لا يحصى من المحن عاد مرة أخرى إلى المدينة، وبينما كان جالسا على جانب الطريق تذكر فجأة أنه في الماضي رفض إعطاء الماء لرجل كان يحتضر. عندها خطرت له فكرة، طلب جاك من امرأة أمامه أن تعطيه قليلا من الماء، لكنها قالت هذا الماء للكلب، ورفضت طلبه. وفي اللحظة التالية اختفت المرأة أمام عينيه، فابتسم جاك، لقد تحرر أخيرا من اللعنة، وانتقلت اللعنة بدلا منه إلى تلك المرأة.